التاريخ 1930. المكان الأوروغواي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحريف. أحلى مسا عليكم. النهاردة هنتكلم عن تاريخ كأس العالم، بداية البطولة دي إزاي بدأت وإيه فكرتها أصلا. في الأول ما كانش في حاجة اسمها كأس عالم، وكان في حاجة اسمها بطولة دورة الألعاب الأولمبية. كان بيلعب فيها جميع المنتخبات أو جميع اللعيبة، الألعاب فردية، ألعاب قوة، ألعاب جماعية زي كرة القدم. لكن كرة القدم ساعتها كان لعيبة هواة، ما كانش فيه بطولة تجمع العالم كله، حاجة لها علاقة مستقلة بكرة القدم، بطولات تجمع لعيبة كرة القدم وفرق كرة القدم في بطولة مستقلة ليها. إنما تأسست الفيفا عام 1904 اتعين رئيس الاتحاد اسمه جول ريمي. جول ريمي ده كان فرنسي، وكان بيحلم ببطولة مجمعة لعيبة كرة القدم والمنتخبات المحترفة واللعيبة اللي بتلعب في الدول الأوروبية ودوريات كبرى زي الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، إنهم يلعبوا كأس العالم ويلعبوا بطولة مجمعة سماها كأس العالم. في الأول ما كانش اسمها كأس العالم، كان اسمها كأس جول ريمي. فعلا ابتدى يعرض الفكرة على الفيفا وفضلوا يشتغلوا سنين، وسنة 1928 تم الاتفاق والموافقة على فكرة بطولة كأس العالم. وسنة 1930 كانت أول بطولة كأس عالم، أول بطولة مجمعة في التاريخ تجمع لعيبة كرة القدم، سواء كانت ديانتها أو جنسيتها أو انتماء سياسي تنتمي له. ما كانش فيه حاجة تجمعهم غير حب كرة القدم. قبل كده كأس العالم في نحات فرنسي اللي نحته، او ما كانش كأس العالم اللي هو معروف بشكله الحالي ده، لا كان كأس تانية، كانت ست لابسة فستان وماسكة طبق. الطبق ده كان بمثابة الكرة الأرضية، كان نحته نحات فرنسي. كأس العالم ده كان اسمه كأس جول ريمي، ما كانش اسمه كأس العالم نسبة طبعا لأنه هو صاحب البطولة وصاحب الفكرة، فسموه كأس جول ريمي. فطبعا نحته نحات فرنسي اسمه أبل لافوار، كان وزنه 3.8 كيلو جرام وطوله 35 سنتيمتر. وطبعا اتلعبت أول بطولة في الأوروغواي، والأوروغواي وصلت للنهائي ولعبت الأرجنتين وكسبت 4-2. دخلوا التاريخ بأنهم أول منتخب يستضيف كأس العالم وأول منتخب يكسب كأس العالم على أرضه. كان هداف منتخب الأوروغواي ساعتها هداف كان إيده مقطوعة. ما كانش في حاجة اسمها منتخب أولمبي لأن اللعبة كانت لسه بدأ وما كانتش لسه معروفة بشكلها الحالي. لعيبة، وكانوا لعيبة كلهم هواة، يعني لعيبة الأوروغواي دي كلهم هواة، ما كانش فيه لعيبة محترفين، لا ده كانوا لعيبة بيشتغلوا في مصانع وفي محلات، وبالليل بيقولوا يلا نروح نلعب كورة للمتعة. وكانت المفاجأة الكبيرة انهم يكسبوا منتخب كبير زي منتخب الأرجنتين. في ساعتها منتخب الأرجنتين كان منتخب قوي جدا ومنتخب اسكواد عالمي، بس الأوروغواي حققت أول انتصار لكأس العالم. في ناس ممكن تسأل ليه الأوروغواي اللي استضافت كأس العالم؟ الأوروغواي كانت محققة أولمبياد 1924 و1928، المنتخب الأولمبي بتاعها كان في منهم لعيبة في المنتخب اللي لعب في كأس العالم. وطبعا كانت بتحتفل على 100 سنة بالاستقلال، فهي حاجات كتير خلت الأوروغواي تستضيف كأس العالم، ولأنها كسبت أولمبياد 1924 و1928. وكان هداف البطولة ساعتها لاعب أوروغواني اسمه جريمو ستابيلي، لعب 4 ماتشات وجاب 8 تجوان. وشكرا، انتهت حلقتنا النهاردة، وما تنسوش تشوفوا الحلقات الجاية، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب على اليوتيوب. وانتظروا الجديد، ان السلسلة كبيرة ان شاء الله وهتكلم فيها عن كأس العالم، ومستني دعمكم فضلا وليس امرا.